السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، صباح الرضا، صباح كل حاجة حلوة. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة انا جايه لكم بفيديو حلو. هعمل معاكم البيتزا بمقادير سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي حاجة، حلوة قوي وتطلع منك طرية وهشة ازاي. شكرا على تعليقاتكم الحلوة وكومنتاتكم الحلوة. تعالوا بقى هنشوف طريقة البيتزا. انا كده معايا كيلو دقيق نخلاه كويس. هنزل بنص معلقة من السكر، وهنزل بربع معلقة ملح صغيرة يا جماعة، المعلقة كبيرة. هنزل بقى كيس خميرة فورية او معلقة. الكيس ده معدل معلقة كبيرة. تمام، هنزل بكيس خميرة فورية كده. بقى انا هقلب المكونات الجافة دي مع بعضها زي ما انتم شايفين كده. معايا بقى كوب لبن. عندك زبادي ما فيش مشكلة برضو، بتعملي بالزبادي. انا هعجن باللبن. اللبن دوت لازم أن يكون دافي، ما يكونش ساقع، يكون دافي دافي بس. انا هعجن بقى بالكوب اللبن دوت، وهكمل بقيته بميه دافيه. ما عندكيش لبن وما عندكيش زبادي، معلقتين لبن بودره، وعجني بميه عادي برضو حلو قوي، مش وحشه، هتديكي برضو نتيجه حلوه. انا كده خلصت كوب اللبن. هنزل بقى بالميه لغايه ما الم الدقيق بتاعي والعجينه بتاعتي تتلم كده. العجينه بتاعتي خلاص اهيت، هي مش عايزه ميه تاني. انا بقى عشان الم العجينه بتاعته تلم معايا كويس وتدينا طراوه كده وتبقى طريه معايا، هنزل بقى معايا كده نص كوبايه زيت. انا مش هنزل بنص كوبايه الزيت كلها، يعني اسيب شويه كده. هنزل بالزيت لغايه ما العجينه تلم معايا وتبقى طريه في ايدي زي ما انتم شايفين كده. بفتح العجينه واقلبها كويس عشان الزيت يلم العجينه معايا وتبقى طريه كده. خلاص العجينه بتاعتي جهزت اهيت. انا كده خلاص العجينه بتاعتي بقت طريه وحلوه زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بقى تختمر. انا كده معايا فصين 3 فصوص توم وبصلايه اربع حبات من الطماطم. دي الصلصه بتاعه البيتزا. انا مش بحب اعملها ولا بكاتشب ولا بصلصه، انا بحب اعمل الصلصه بتاعتها كده، بتبقى طعمها حلو قوي. هنزل عليها بنص كوبايه من الميه وارفعها على النار تستوي كده. بقى انا هعمل الفراخ بتاعتي. بقيت الزيت اللي كان في نص كوبايه الزيت اللي انا كنت حاطاه على العجينه هنزل بيه بقى في الطاسه، وهنزل بالقطع الفراخ. ده كان صدر فرخه مقطعه قطع بالشكل ده، وهنزل في الزيت بتاعي كده. تمام تمام. هقلب بقى الفراخ بتاعتي لغايه ما انا عايزه اللون بتاعها الفراخ بتاعتي ياخد لون كده. هفضل بقى اقلبها لغايه ما تاخد اللون. تمام. كده بقى انا بدات اقلبها هي على الجنب التاني علشان تسرد ميتها كده وتشربها، علشان بتبقى ناشفه. خلاص هي كده خدت اللون اللي انا عاوزاه زي ما انتم شايفينها كده. انا بقى هجيب بصلايه كده عشان تديها طعم، بصلايه عشان تديها طعم مش اكتر. تمام. ومعايا بقى بابريكا، بهارات، بصل بودره، توم بودره، فلفل، ملح. هنزل بالتوابل بتاعتي دي على الفراخ والبصلايه عشان تدينا الطعم الحلو. واقلب بقى التوابل والبصله واسيبها تستوي. دي يا جماعه الفراخ اللي انا عاملاها للبيتزا. انا برضو معصجه لحمه، بس انا مصورتش المقطع بتاع اللحمه ده معاكم. كده هسيب الفراخ تستوي بقى. تعالوا بقى نشوف. انا معايا كده فلفلايه احمريقه وفلفلايه اصفريقه. تمام. انا كده معايا قرن فلفل احمر وفلفل اصفر واخضر وطماطم. تمام. انا بحب الفلفل الالوان، الفلفل الالوان بيخلي البيتزا مسكره وطعمها حلو. انا بحب الفلفل الالوان قوي في الاكل. بس يا مكه بقى عشان نخلص. خلاص ماشي، استني بقى. المهم انا كده قطعت الفلفل بالشكل ده كده.
انا مش عايزاه يبقى كبير قوي، انا بقطعه شرايح كده، وبعد كده ايه اقطعه من النص. كانت متابعة حبيبتي كانت طالبة مني طريقة البيتزا، انا حبيت اعملها، واي حاجة انتوا عاوزينها اطلبوها مني وانا هعملها. خلاص يا مكة بقى، خلاص. كده هقطع الفلفل الاصفر. انا بحب الفلفل الاصفر عن الاحمر كمان، بيبقى مسكر وحلو قوي. وكده بقى معايا فلفل اخضر، عايزاه برضو سبايسي ماشي مفيش مشكلة، عشان اطفالنا بقى ايه انا ما حبيتوش يبقى ايه سبايسي. كده خلاص انا خرطت الاحمر والاصفر والاخضر. والطماطم بتاعتي برضو هقطعها برضو كده بالشكل دوت اللي انتوا هتشوفوه. حابين برضو تحطوا بصل شرايح حطوا بصل شرايح، لكن احنا ما بنحبهوش. انا حطيت بصلايه بقى على الفراخ وخلاص. انا بحب الطماطم والفلفل الالوان، بيدينا طعم حلو للبيتزا. زي ما انتم شايفين بقى انا قطعت الطماطم بالشكل دوت والفلفل. وهجيب بقى طبق معايا كبير كده، احط بقى انزل بالفلفل والطماطم بتاعتي في الطبق، عشان يبقى جاهز ايه معانا. العجينه من هنا وجهزه حاجتها على طول من هنا. تمام. انا كده بقى معايا اللحمه المتعصجه اهيت والفراخ، وده زيتون مخلي. وكده ايه الحاجات التوابل بتاعتنا خلصت، المكونات يعني. العجينه بتاعتي اختمرت اهيت، انا حطيت صبعي فيها لقيتها اختمرت. هقطعها بقى. ديت انا قطعت بيتزايه صغيره بالشكل ده اهيت. عايزه اقول لكم في الشتاء الجو بيبقى برد، لازم تعجنوها بدري لانها هتاخد وقت في التخمير. تمام. انا كان نفسي تخمر اكتر من كده، بس ايه انا كنت مستعجله في الوقت لان الوقت قفز عليا جامد. فانتوا تعجنوها بدري شويه، كل ما تختبروا تاخد خمرها كويس هتبقى احلى واحلى وتبقى طريه معاكي. فعشان احنا مش في الصيف، الشتاء خلاص دخل علينا. لازم تعجنوها بدري شويه لان الجو برد. انا عملت كده 3 حلوين يعني كبار، وواحده جت واحده صغيره تاكلوا دي يا جماعه. خلاص بقى انا كده قطعتها، اسيبها ترتاح، اغطيها بكيس كده او عندك فوطه قديمه تغطيها لغايه ما ترتاح شويه. خلاص. الصلصه بتاعتي كانت استوت وانا ضربتها في الخلاط، انا ما زودتش فيها اي حاجه تاني ولا ميه ولا اي حاجه. ولازم تصفي الصلصه بتاعه البيتزا عشان تبقى حلوه. تمام. انا كده صفيت الصلصه بتاعه البيتزا بالشكل ده. هنزل بقى بفلفل، وهنزل بالملح. خلاص. وهنزل بايه بقى بصل بودرة وتوم بودرة وتوم بودرة وشوية من البابريكا، عشان بس تخلي ايه لون الصلصة معانا حلو. خلاص يا مكة بقى، احنا قلنا ايه. هقلبهم بقى كويس، ما تنسوش شوية زيت عشان تلمع معانا البيتزا. خلاص. وبرضو كان نسيت حاجة هحطها بقى قدامكم برضو دلوقتي، انا نسيت الزعتر. اهم حاجة الزعتر لان هو بيدينا طعم حلو للبيتزا. انا معايا كده الصينية الصغيرة بتاعة البيتزا، دهنتها بالفرشة كده زيت، وهجيب البيتزاية بتاعتي الصغيرة ايه افردها فيها. خلاص. مش شرط ان انت تملي الصينية، بس اهم حاجة ما ترققهاش عشان تبقى طرية وجميلة معاكي. خلاص. انا كده فردتها في الصينية. لازم نجيب شوكة ونشكشكها من النص كده، شكشكيها من النص علشان تخرج الهواء اللي فيها. انا قلت لكم حطيت الزيت اهوت، وده الزعتر اني كنت نسيت الزعتر. الحمد لله ان انا افتكرته، لان هو اللي بيدينا طعم حلو للبيتزا ويبقى ريحتها حلوه قوي. وبكده بقى انا نزلت بالصلصه بتاعتي بالمعلقه كده، وافرد الصلصه على البيتزايه عشان تبقى تاخد لون وتحمر وتبقى طعمها حلو. خلاص. وهنزل بقى بالفراخ بتاعتي. انا البيتزايه دي هعملها بالفراخ. هنزل بقى بشرايح الطماطم والفلفل الالوان والفلفل الاخضر. انا بقى معايا هنا ميكس جبن، جبنه شيدر على موزاريلا. هنزل بيها بقى على البيتزاية بتاعتي. انا نسيت الزيتون، هرجع احطه في الاخر. هجيب بقى كده الصينية التانية، هفرد بقى فيها بيتزاية من اللي هما التانيين الكبار. احنا كده عملنا الصغيرة،
دهنت الصينيه زيت وبرضو هفردها بالشكل ده. حاولي تدوريها في الصينيه وما ترققيهاش برضك عشان تبقى طريه وهشه معاكي وحلوه، ما تنشفش منك في الفرن. انا كده فردت البيتزايه. هجيب بقى الشوكه زي ما قلت لكم، ولازم نخرمها بالشوكه كده علشان تخرج الهواء اللي فيها، وانزل بالصلصه. الصلصه دي ريحتها تحفه. انا بحبش انا اضرب الصلصه في الطماطم في الخلاط كده واعملها، لا انا بحب اعملها كده الاول، بتبقى طعمها حلو قوي. وتصفيها من الزيت. شايفين الطماطم بتاعتنا ما فيهاش اي قشور ولا بذر ولا اي حاجه. انا كده دهنت بقى البيتزايه الصلصه، وهعملها دي بقى باللحمه اللي ايه انا عصقتها. هنزل باللحمه بقى، افرد اللحمه بتاعتي على في الصينيه كده، وهنزل بقى بالخضار بتاعي برضو بالطماطم والفلفل. مش عايزه طماطم برضك تستغنى عنها، مفيش مشكله برضك، اللي انت تحبيه تحطيه. كده بقى انا حطيت الخضار بتاعي اهوت. هنزل بقى بالجبنه. هحط الجبنه بقى. مش عارفه ليه انا بنسى الزيتون، مفيش مشكله برضك، هنحط الزيتون على الوش برضك مفيش مشكله، عادي برضو. الزيتون اهو بقول لكم انا نسيت الزيتون، الحمد لله ان انا افتكرته، فانا هحطه على الوش برضو مفيش مشكله. انا كنت بحطه الاول وبعد كده احط فوق الجبنه. الصينيه اللي انا قلت لكم نسيت الزيتون برضك هحطه على الوش اهو زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى دي الصينيه الكبيره انا جبتها اهوت، واحط البيتزا اللي كانت اخيره خالص كانت كبيره شويه، فانا هعملها في الصينيه. دهنت الصينيه زيت برضك، وهفرد العجينه بتاعتي زي ما انتم شايفينها بالشكل ده. بس انا عايزه اقول لكم ان الكاميرا فصلت مني في الصينيه الاخيره دي. لا كان في صينيه كمان في الصينيه ديت، فانا كنت بحسب الكاميرا بتصور وما كملتهاش معاكم. تمام. انا بقى كده خلاص عملتها بالشوكه، وهنزل بالصلصه برضو كذلك. هدهن الوش. دي برضو هعملها بالفراخ. هنزل ببقيه الفراخ بتاعتي. ما شاء الله اللحمه عملت لي بيتزتين، والفراخ عملت لي بيتزتين، والحمد لله الكميه كفت، والحمد لله خير ربنا كتير الحمد لله. نحمد الله. كده انا هنزل بالخضار. نزلت بالفراخ وانزل بقى بالخضار بتاعتي على الوش. كده بقى الكاميرا هتفصل بقى معايا لحد هنا. تعالوا بقى هنشوف البيتزا بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن. دي البيتزا بعد ما طلعت من الفرن اهيت. حاولي ما تحمري دي، احمرت مني قوي الجبنه، ما تخليهاش تحمر معاكي عشان تبقى طريه وطعمها حلو وتشد منك، لكن ما تخليش البيتزا تحمر. ديت الصغيره كانت انا قطعت منها حته لبنتي، فانا قلت اوريها لكم. شايفينها طريه بالشكل ده ازاي، والقعر جميل وكده حلوه. وما تنسونيش بقى بلايك وكومنت حلو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.